ما زلت أؤمن أن الإنسان لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت بطريقة الأجزاء. كلما رحل صديق مات جزء، وكلما غادرنا حبيب مات جزء، وكلما قتل حلم من أحلامنا مات جزء، فيأتي الموت الأكبر ليجد كل الأجزاء ميتة فيحملها ويرحل. ده ممكن يكون أبسط وصف ممكن أوصف بيه فيلمنا النهاردة، فمن غير ما أطول عليكم وأقول كلام كتير يلا بينا نبدأ الملخص. بس قبل ما نبدأ عاوزكم تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ده اسمه لي شاندلر، رجل يبدو عليه الابتهاج والسعادة. بيسأل ابن أخوه الذي يدعى باتريك لو اضطر إنه يفضل في مكان ما لفترة طويلة مع شخص واحد هيختاره هو ولا هيختار والده؟ فبيختار باتريك والده، فبيحاول ليه بهزار يقنعه إن هو الاختيار المناسب للمهمة دي. بعدها بيظهر لنا المخرج بطلنا ليه وهو بيعمل كعامل إصلاحات في مدينة تدعى بوسطن، ولكن المرة دي بيغلب عليه طابع الهدوء والصمت والكآبة. لا وكمان بيغضب وينفعل لو بس حد كان معترض مع رأيه الشخصي أو فلسفته في الشغل، وده بيسبب له مشاكل كتير مع مديره، لكن مديره ما بيقدرش يعمل له حاجة وبيضطر دايما يصلح وراه. وده لأن ليه بيعمل كل الإصلاحات في 4 مباني، بيصلح الأنابيب، بيرمي الزبالة، بيدهن الشقق، ده حتى كمان بيشتغل ليهم كهرباء، والمدير دايما بياخد كل الفلوس من غير مجهود. ومرة من المرات بيكون ليه سهران في إحدى الحانات، فبتحاول بنت جنبه تتعرف عليه، لكن ليه ما بيتجاوبش معاها وبيروح يقعد لوحده، فبيلاقي 2 قدامه بيفضلوا يبص عليه، فبيروح يتخانق معاهم ويضربهم، فبتتلم الناس وتحشهم. بعدها بيروح البيت يشغل التلفزيون وينام. تاني يوم بيجي ليه اتصال بيبلغوه فيه ان اخوه جوزيف المصاب بمرض مزمن في قلبه محجوز في المستشفى، فبيضطر ليه انه يسافر بلدته الاصليه مانشستر. وهو في الطريق بيتصل على مديره وبيبلغه، وده عشان يشوف حد ياخد مكانه اسبوع لحد ما يرجع. واول ما بيوصل المستشفى بتبلغه الممرضه ان للاسف اخوه جوزيف مات من ساعه، فما بيبانش على ليه اي ردة فعل. وبيجي الدكتور وبيبلغه ان اخوه مات بسبب سكتة قلبيه، فبيبدا ليه يحضر الترتيبات وبيطلب منهم يتصلوا بعمه وعمته ويبلغوهم الخبر، كمان يتصلوا بطليقته والتي تدعى راندي، وبيطلب منهم كمان انه يخشوا يشوفوا. وهم في الاسانسير بيسال ليه عن دكتوره تدعى بيثاني، ودي الدكتوره اللي كانت بتعالج اخوه، فبيقول له الدكتور انها خلفت بنتين توأم وعشان كده مش موجوده، فبيقول له ليه انها كانت لطيفه جدا مع اخوه، وبيبدا يفتكر لما الدكتوره بيثاني كانت بتقول لاخوه على مرضه، وبيكون ليه ووالده واليز مرات جوزيف حاضرين معاهم في الاوضه، وبتقول له الدكتوره انه عنده تدهور تدريجي في عضله القلب وقدامه من 5 ل10 سنين بالكتير يعيشهم زي ما الابحاث بتقول. وبتحاول تهون عليه وبتقول له ان الابحاث دي بتبقى على نطاق واسع وانه مجرد شخص واحد فمش لازم تمشي عليه. فبيهزر جوزيف مع الممرضه، فبتزهق اليز وبتقول له ان اللي بيحصل قدامها عرض كوميدي، فبيحاولوا يهدوها لكن هي بتسيبهم وتمشي. وبنرجع للوقت الحالي وليه رايح يشوف اخوه، واول ما بيشوفه بيحضنه من سكات وبيبوسه ويخرج عشان يكمل باقي الاجراءات، وبيسالهم اذا كان حد قال لباتريك ان ابوه مات، فبيقولوا له انه طلب منهم انهم يستنوا على ما يوصل، فما حدش بلغوه بالخبر، فبيقول لهم انه هيروح له المدرسه ويعرفه بنفسه، وبياخد منهم كل اغراض جوزيف، وبيبدا يفتكر الوقت اللي كانوا فيه على المركب وكان بيعلم باتريك ابن اخوه الصيد، وبيكونوا بيقضوا وقت كويس جدا هو وجوزيف وباتريك. وبنرجع للوقت الحالي وليه رايح لباتريك المدرسه، واول ما بيخش مدينه مانشستر بيبدا يفتكر كل ذكرياته فيها والجزيره اللي اتجوز عليها والتي تدعى جزيره بيكر، وبيفتكر في مره من المرات وهو راجع البيت وبيحضن بنته والتي تدعى سوزي، وبيحضن بنته الثانيه والتي تدعى كاري، وبيلاعب ابنه الصغير والذي يدعى ستاني. بعدين بيقعد يتكلم ويهزر مع راندي مراته. بعدها بنرجع للوقت الحالي وهو بيكلم حد من المدرسه يساله على باتريك، فبيقول له انه مش في المدرسه وانه اكيد في تمرين الهوكي، وبيعرفه مكانه، فبيروح له ليه. واول ما بيوصل بيشوفه باتريك، فبيعرف انه والده رجع المستشفى، وكمان زمايل باتريك بيعرفوا ليه، وبيعرفوا المدرب ان ليه عم باتريك ما بيجيش مانشستر الا لو اخوه جوزيف كان في المستشفى، وبيكون ليه مشهور في مانشستر وليه قصه قديمه وكله يعرفها، وبيبلغ ليه باتريك ان للاسف ابوه مات. فبيقف باتريك زعلان وبيقول له ليه انه هيستناه على ما يغير هدوم، وبياخده ليه عشان يشوف والده للمره الاخيره. فبيخش باتريك يبص عليه بصه سريعه ويخرج. بعدها بياخد ليه باتريك وبيروحوا البيت، وبيقول باتريك ليه يطلب بيتزا لان مفيش اكل في البيت، وبيستأذن منه عشان صحابه يجوا يقعدوا معاه شويه، فبيوافق. وبيجي اصحاب باتريك يحاولوا يهونوا عليه، وبيفضل
بيفضل ليه قاعد في أوضة لوحده. فبيدخل عليه باتريك وبيقول له إذا كان هيقول لوالدته، فبيقول له ليه إن محدش يعرف مكانها. فبيودعه باتريك عشان يروح ينام، ولما بيروح أوضته بيبعت لوالدته على الإيميل عشان يبلغها الخبر. تاني يوم بيتصل ليه على المشرحة عشان يعرف الخطوة اللي المفروض يعملها بعد كده، وبيروح بعدها يوصل باتريك لمدرسته وبيرجع، وبعدها بيروح ياخده ويروح للمحامي عشان يفتحوا وصية جوزيف. ولما بيوصلوا بيقول المحامي ليه إن أخوه ساب له وصية باتريك ابنه لحد ما يتم 18 سنة، فبيرفض وبيقول للمحامي إنه ما يقدرش يكون الوصي عليه، وده لأنه مش عاوز يرجع يعيش في مانشستر. فبيفكروا المحامي إن باتريك مش عنده أي علاقات مع حد من قرايبه غيره. فبيبدأ ليه يفكر وعينه مليانة حزن، وبيفتكر إنه في مرة من المرات كان بيلعب مع أصحابه وبيزعقوا بصوت عالي، فبتنزل مراته روندي وتزعق فيهم عشان الأطفال نايمين وبتطردهم بره البيت. فبيودعهم ليه وبيكون سكران ومش في وعيه. بعدها بشوية بيروح المتجر يشتري منه حاجات ويرجع، وأول ما بيرجع البيت بيشوف البيت وهو بيتحرق كله، وبتكون مراته بره وعمالة تصرخ عشان أطفالهم لسه جوه. فبيقف ليه مصدوم مش عارف يتحرك ولا بيعمل أي ردة فعل. تاني يوم بينقلوا مراته روندي للمستشفى وبيطلعوا جثث أولاده من الأنقاض، وبيجي جوزيف عشان يواسي أخوه. فبتاخد الشرطة ليه عشان تحقق معاه في اللي حصل. فبيبدأ ليه يحكي اللي حصل بشكل مفصل، وبيقول إنهم اليوم ده كانوا بيحتفلوا بصوت عالي، وكان موجود معاهم بيرة وكذا حد من أصحابه كانوا بيدخنوا ممنوعات. وفي وسط الاحتفال خرجت راندي وطلبت من كل إنهم يمشوا ورجعت نامت، وهو طلع يشوف الأطفال. فبيلاقي الجو بارد عندهم، ولأنه ما ينفعش يشغل التدفئة المركزية، وده لأن راندي مريضة بالجيوب الأنفية وبتسبب لها صداع شديد. فنزل الدور الأرضي وولع النار في موقد النار وقعد قدام التلفزيون يتفرج، بس ما كانش فيه بيرة كفاية، وعشان هيخرج يجيب بيرة حط قطع خشب كبيرة في الموقد على ما يرجع من بره، وما راحش بالعربية، وده لأنه كان سكران. وفي وسط الطريق افتكر إنه ما حطش حاجز قدام الموقد بتاع النار، بس قال لنفسه إن الموضوع هيعدي على خير. بعدها راح المتجر جاب البيرة ورجع، فأكيد قطعة خشب وقعت من الموقد وهي اللي عملت كل ده. ورجال المطافي بالعافية لحقوا راندي لأنها كانت فاقدة الوعي، وبعد ما خرجوها الفرن انفجر، فكان صعب جدا إنهم يدخلوا جوه تاني، وده كل اللي حصل. فبيقول له رجال الشرطة إنهم مش محتاجينه تاني، ولو حصل جديد هيكلموه. فبيستغرب، وده لأنه كان مجهز نفسه للعقاب. فبتقول له رجال الشرطة إن كل الناس بتغلط، وأنت غلطت زي أي حد، وغلط زي إنك ما تحطش غطا المدخنة دي مش جريمة تتعاقب عليها. وأول ما بيخرج ليه من معاهم بيسحب المسدس بتاع واحد من رجال الأمن وبيكون هينتحر، فبيلحقوه، وبتكون الحادثة دي اللي غيرت حياة ليه وقلبتها حياة روتينية، وبقى رافض بسببها إنه يعيش في مانشستر. بيفوق ليه من التفكير على صوت المحامي، فبيشكره ليه ويسيبه ويخرج ياخد باتريك ويمشي. وأول ما بيخرجوا بيسأل باتريك عن المركب، فبيقول له إنهم هيسيبوا موضوع المركب لجورج لأنه ملهوش لازمة طول ما محدش بيستخدمه. فبيقول له باتريك أنا هستخدمه. فبيقول له ليه إنه لسه محتاج إصلاحات، وبيعرفه ليه إنه هو الوصي عليه وإنه مسؤول عن كل شيء يخصه لحد ما يتم 18 سنة، وهو مش هيقدر يفضل هنا حتى. فبيتعصب باتريك إن ليه يقدر يتحكم في أي حاجة في حياته، فبيقول له ليه إن ممكن يضربه. فبيهدى باتريك وبيركب مع ليه، وبيروحوا لجورج على المركب، وهناك بيقول ليه لجورج إنهم عايزين يبيعوا المركب، وده لأنهم مش معاهم فلوس كفاية عشان يعملوا له صيانة. فبيقول له باتريك إنه هيعمل له صيانة وإنه مش هيبيعه. فبيرد ليه يقول له إنهم كده كده مش هيحتاجوه، وده لأنهم هيقعدوا في بوسطن. فبيعترض باتريك وبيقول له جورج إنه ياخد أي قرار هو عايزه، لكن لو ساب المركب هنا هيسحب منه فلوس على الفاضي. فبيقول له ليه إنهم لسه مش عارفين يقرروا هم هيعملوا إيه بالظبط، وبيحرج ليه جورج وبيقول له عاوز تكون ولي أمر باتريك. فبيقول له جورج بإحراج إن بيته مليان وعنده 4 أولاد، وكمان باتريك بيكون عارف ظروف، فبيدافع عنه باستغراب إزاي ليه عرض عليه عرض زي كده أصلا. بعدها بشوية بيخرج باتريك وليه من المركب، وبيلوم باتريك ليه على اللي عمله، وبيقول له إنه ما ينفعش يتكلم مع الناس كده، ولو مش عاوز يكون الوصي عليه فعادي. فبيقول له إنه هيحل الموضوع. فبيعرض عليه باتريك يوديه لأم أوليز، فبيقول له إن القاضي مش هيوافق، وكده كده ما حدش يعرف مكانها. فبيقول له باتريك إنه عارف مكانها، وده لأنها بعتت له بريد إلكتروني وهو كمان بعت لها. فبيقول له ليه إن كل اللي يعرفه عنها إنها مدمنة ومجنونة وما تعرفش حتى تاخد بالها من نفسها. وبياخد باتريك وبيروح عشان يخلصوا الجنازة ومراسم الدفن. فبيعرف ليه وباتريك من الراجل صاحب المدفن إن ما ينفعش الجثة تدفن دلوقتي، وده لأن الأرض مليانة تلج. فبيشرح ليه الوضع لباتريك، وبيقول له إن الجثة هتفضل دلوقتي في الثلاجات. فالوضع ما بيعجبش باتريك، وبيقول له ليه إن الوضع كمان مش عاجبه، لكن مش في إيديهم أي حاجة تانية يعملوه. وبيوصل ليه باتريك على بيت واحدة زميلته عشان عنده تدريب مع الفرقة، وبعد ما بيخلص التدريب بيعدي ليه وياخده. ولما بيروح البيت بتتصل عليه راندي طليقته وبتعزيه وبتستأذنه عشان تيجي الجنازة، فبيوافق. كمان بتعرفه إنها حامل، فبيتضايق ويقفل معاها. بعدها بتتم الجنازة بوجود باتريك وليه وجورج،
وبيحضر الجنازة كل اللي كان له علاقة بجوزيف، وكمان أصحاب باتريك بيكونوا موجودين، وكمان بتيجي راندي وجوزها الجديد وبتعزي باتريك، وبعدين بتروح على ليه تعزيه. وبعد شوية بتخلص الجنازة وبيفاتح باتريك ليه تاني في موضوع انهم ينقلوا، وبيقول له انه مش هيقدر يمشي من هنا ويروح بوسطن، وده لان في مانشستر كل اصحابه، وكمان بيشتغل مع جورج على المركب يومين في الاسبوع، وكمان هو هنا في فريق الهوكي وفي فريق السلة وبيغني في فرقة موسيقية، وانه حياته كلها هنا. اما ليه فهو مجرد سباك في بوسطن، ممكن يشتغل نفس الشغلانة دي في مانشستر، فما بيعلقش ليه وبيقول له تصبح على خير. بعدها بيعرض لنا المخرج لما ليه كان بيعزل بعد الحادثة اللي حصل، وكان بيساعده جوزيف وباتريك، فبيقول ليه لجوزيف انه عايزكم في فندق وانه اول ما يوصل هيتصل بيه، وبيودعه وبيمشي. بنرجع للوقت الحالي وباتريك بيحاول يجيب اي اكل من الثلاجه، واول ما بيشوف فرخه مجمده بيجي له انهيار عصبي، فبيفضل ليه معاه عشان يهديه لحد ما ينام. تاني يوم بيقول ليه لباتريك انه موافق انهم يقعدوا هنا لحد ما المدرسه تبدا، فبيساله باتريك انت بتاخد رايي ولا بتعرفني؟ فبيقول له ليه انا بعرفك، فبيقول له خلاص ما تهتمش برايي، وبيتخانقوا ويقوم. بيروح ليه يجيب كل حاجته القديمه من مكان سكنه القديم في بوسطن، وبيوديها البيت الجديد اللي عايش فيه، وبعد ما بيحط كل حاجته بيروح يكسر الازاز فايده بتتعور جامد، وبيلاقي اتصال جايله وبيعرف الصوت اول ما بيسمعه، وبتكون اليز ام باتريك، فبيقفل السكه. في نفس اليوم بالليل بيروح باتريك يلوم ليه لانه ما قالهوش ان امه اتصلت، وده لانها بعتت له ان ليه قفل السكه في وشها، فبيعتذر له وبيقول له انه قفل السكه لانه ما كانش عارف يقول لها ايه، وما قالهوش عشان ما كانش عارف هيقول له ايه. فبيقول له باتريك انه امه عزمته على الغداء عشان يشوف خطيبها في مدينه تدعى اسك، وكمان طلبت منه انه يعيش معاها، وكده مش هيبقى مضطر انه يبعد عن حياته ولا اصحابه، وده لان ايثكس قريبه، وبيعرفه انها اتغيرت وما بقتش مدمنه. فبيقول له ليه انه هيتصل بيها، ولو لقاها اتغيرت هيسيبه يروح يتغدى معاها ومش هيتكلم في الموضوع ده تاني. تاني يوم بيوصل ليه باتريك للمركب مع جورج، وبالليل بياخده عشان يوديه لتدريب الفرق، فبيساله ليه المحرك بتاع المركب وصل فين، فبيقول له باتريك ان على كلام جورج المحرك هيقف في اي لحظه وانه لازم يتغير في اسرع وقت، وبيقترح عليه ياخده كارد عشان يغيروه. فبيقول له ليه ان هو المسؤول عنه وما يقدرش ياخد كارد كبير باسمه دلوقتي، وبيوصله للتدريب، وبعدها بيرجع ياخده ويروح. تاني يوم بيوصل ليه باتريك لمكان اليز عشان الغداء، وعلى الغداء بتكون اليز بتحاول ترضي باتريك بكل الطرق، لكن بيبان ان باتريك مرتاحش. بعدها بيرجع ليه عشان ياخد باتريك وبيساله عن اليوم، فبيقول له ان امه كانت متوتره جدا وجيفري خطيبها متدين جدا، فبيقول له ليه ان واضح انها بقت افضل وبطلت ادمان ومش في مصحه نفسيه. فبيقول له باتريك انت عاوز تخلص مني بالسرعه دي؟ فبيقول له ليه مش قصده كده. في نفس اليوم بالليل بيبعت جيفري رساله لباتريك مضمونها انه مش هينفع يقعد معاهم دلوقتي، واي زياره لهم في المستقبل يبقى يكلمه قبلها. فبيزعل باتريك جدا، وعشان ليه يهون عليه بياخده يوريه مخزن الاسلحه اللي عندهم، وبيقول له انه ممكن يبيع الاسلحه دي ويجيب محرك جديد للمركب. فبيفرح باتريك جدا. بعدها بيركبوا المحرك الجديد للمركب، وبتكون صاحبه باتريك معاهم على المركب، وبيقضوا يوم جميل جدا، وبتبدا علاقه ليه وباتريك تتحسن. بعدها بيوصل ليه باتريك وزميلته البيت، وبيروح عشان يخلص شويه مشاوير، وهو في الطريق بيقابل راندي طليقته اللي بتكون خلفت ولد وسمته دالي، وبتطلب منه راندي انهم يتكلموا، واول ما بيبداوا كلام بتقول له انه ما عندهاش حاجه مهمه تقولها. بعدين بتحاول تفتح معاه كلام، وبتطلب منه انهم يخرجوا يتغدوا سوا، وده لانها قالت له حاجات كتير وحشه وغلطت في حقه، وانه ممكن ما يكونش حتى حابب يتكلم معاها، بس هي كان قلبها مكسور وهيكون دايما مكسور، وهي عارفه ان قلبه كمان مكسور زيها بالظبط، لكنها مش مضطره تستحمل، وانها تستاهل كل حاجه بسبب اللي قالته. وبتغلط وبتقول له انها بتحبه، وبعدين بتلم الموضوع وتعتذر له انها قالت كده. فبيقول لها لا عادي تقول كده، وبيستأذنها عشان يمشي. فبتستأذنه انهم يتعشوا سوا، وانها عاوزه تتكلم معاه جدا وعاوزه تعرفه انها كانت غلطانه. فبيقول لها انه مش عارف يقول ايه، فبتقول له انها فاهماه، فبيتأسف لها ويمشي، وبيروح ليه يقعد على احدى الحانات وبيفضل يشرب. وبعد شويه بيفتعل خناقه مع واحد لمجرد انه خبط فيه، وبيتلموا عليه كذا حد وبيضربوه، وبيلحقوا جورج منهم لكنه بيضرب واحد منهم تاني، فبيتلموا عليه ويضربوه، وبياخدوا جورج على بيته وبيخلي مراته تضمد له الجروح، فبينهار ليه وبيعيط. فبيفضل باتريك جنبه لحد ما بيقول له انه كويس وانه هينام، وهو نايم بيشم ريحه دخان، فبيقوم مفزوع على صوت جهاز الانذار، وبيكون نسي الصلصه على النار فبيلحقها، وبيروح يقعد مع جورج ومراته ويقنعهم عشان يتبنوا باتريك، وبيرجع يقعد مع باتريك وبيعرفه انه عنده وظيفه جديده في بوسطن، ودي هتبدا في يوليو. فبيقول له احنا هنعيش فين في بوسطن؟ فبيقول له انت مش مضطر تيجي معايا بوسطن، وانك هتكون هنا مع جورج، وان ابن جورج الصغير هيروح الجامعه، وجيمي ابنهم هيتخرج، فممكن يأجروا البيت اللي هم فيه لحد ما يبقى عنده 18 سنه ويرجع يقعد فيه لو كان حابب، ولما يتم 21 سنه ممكن يبيعه او يحتفظ بيه او
يعمل فيه اللي هو عاوزه. وبيقول له كمان انه ممكن يأجر المركب في الصيف لحد ما يبقى معاه رخصة، وانه هيفضل الوصي عليه، لكن كل الامور المالية هتبقى في ايد جورج، فكل حاجة هتفضل زي ما هي باستثناء انه مش هيضطر ينقل، وانه عمل كل ده عشان. فبيقول له باتريك انه كل ده كويس، وانه جورج ومراته كويسين، لكن هو ليه ما يقدرش يفضل هنا؟ فبيقول له انه ما يقدرش يعمل اكتر من كده، وبيعتذر له ويحضنه. تاني يوم بيعرضوا البيت للايجار، وبيخلصوا مراسم الدفن بتاع جوز، وبعد ما بتخلص بيمشي ليه وباتريك، وبيقول ليه لباتريك انه بيدور على مكان فيه اوضه زياده، وده عشان لو حب يجي له زياره او يجي يقضي معاه يوم. وبعد شويه بيروحوا يصطادوا سوا. وبس كده هنا تكون خلصت حكايه ليه. استنونا في افلام ومسلسلات وانميات اكتر في الايام الجايه، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام.